السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده بقى جيت لكم عشان خلاص رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين على الابواب، ففاضل له حاجه بسيطه قوي ويجي. فقلت اعمل لكم بقى ايه، يعني كيكه، بس كيكه بالشوكولاته، يعني من الحلويات. فالحلويات دي اساسها بتتاكل في بين الفطار وبين السحور، فهتبقى حاجه جميله وحاجه مسليه، فان شاء الله كده تعجبكم. طبعا هنا المقادير كلها هتبقى اغلبيتها بتاعت الكيكه في الخلاط. فهنا جبنا كوبايه كاكاو خام، كوبايه يعني الكاكاو اللي بنستعملها خام، مش هنستعمل اللي هي كاكاو المحلى، لا عشان ما تنفعش، هي كاكاو الخام هي اللي تنفع معاها. فبنفس الكوبايه بنعاير بيها المقادير كلها. فتاني حاجه هنعملها كوبايه سكر، فكوبايه السكر هنحطها على الكاكاو اللي احنا حاطينها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. فان شاء الله والله يعني جميله جدا وسهله وبسيطه. وهنا طبعا هنجيب بنفس الكوباية هنعاير فيها ونحط فيها الزيت، فهنا كوباية زيت هنقلبها على الكاكاو زي ما انتوا شايفين كده. وهنا طبعا كوباية لبن، دي من ضمن المقادير كلها، فكوباية اللبن هنحطها برضو على كاكاو وعلى الزيت، وكلها أغلبيتها في الخلاط زي ما انتوا شايفين. هنقلب اللبن على المقادير اللي قبل كده. اللبن طبعا جاموسي، وفي فايدة وفي فوائد جميلة برضو، فهي كيكة فيها فوائد. هنا هنحط فانيليا باكو على نفس المقادير في الخلاط. طبعا المقادير دي كلها هنحطها ونضربها مع بعض زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. طبعا ما تنسوش اهم حاجة الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس. وطبعا ما تنسوش اهم حاجة تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا المقادير دي كلها في الخلاط زي ما انتوا شايفينها، هنضربها كلها مع بعض. هي فعلا والله يعني كيكة جميلة وسهلة وبسيطة، ولو عملتوها يعني هتحبوا تعملوها على طول. وطبعا شعارنا في يوميات الشيف أميرة إن حلاوتها ببساطتها، يعني كل ما تعملي الحاجة بسيطة وبطريقة سهلة هتحبيها وهتبقى بسيطة وتبقى جميلة وتتعودي تعملي على طول. طبعا هنا ضربناها في الخلاط زي ما انتوا شايفين، فهتضربيها على سرعة اللي هي أول درجة عشان تطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هي جميلة يعني، حتى والله طعمها كده يعني خطير. بعد كده هتزودي بقى السرعات، انك انت تزودي درجة درجة لحد ما تلاقيها تقلت خالص معاكي. يعني في الاول ما ينفعش تطلع على طول على التالت، لا، يعني اول درجة وبعد كده التاني وبعد كده التالت، وفي الاخر زي ما انتوا شايفينها كده شكلها جميل جدا. فدلوقتي طبعا بعد ما خلصنا الخليط عملناه كله في الخلاط، فجبنا البولة دي اللي انتوا شايفينها، وهناخد بقى جزء من الخليط اللي احنا عاملينه في الخلاط هنحطه في البولة. هننزله نصه كده يعتبر، هناخد نصه نحطه في البولة، والنص التاني طبعا هنعمل بيه الكيكة اللي هي الكيكة من تحت. فهنا اللي في البولة دي يعتبر نصه، فهنركنه على جنب وهتشوفوا هنعمل بيه ايه. بعد كده بقى في الخلاط النص اللي احنا سايبينه في الخلاط هنجيب بيضتين نكسرهم ونضربهم مع بعض في قلب الخلاط. طبعا في رمضان بقى حبايبي الحلويات بتبقى كتيرة، ورمضان حاجته جميلة وشهر مبارك شهر كريم عليكم وعلينا. برضو يعني ما تكتروش من الحلويات او اعملوا وكلوا كله تمام، بس الاكثار من الحلويات كتير في رمضان. طبعا الشهر طويل ما شاء الله، فكل يوم بنزود حلويات وحاجات من هنا وحاجات من، فده كله يبقى غلط علينا. فهنا طبعا الخلاط جبناه او ضربنا فيه البيض، واللي هي نص المقادير اللي احنا خدناها اللي هي في قلب الخلاط. فهتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. النص التاني في البولة مركون على جنب برضو. هنجيب بقى بولة تانية كبيرة شوية هنقلب فيها اللي هو النص اللي في قلب الخلاط اللي انتوا شايفينه ده. بص بقى السايبة شوية لما اتضربت في البيض غير التاني تقيل شوية، فالنص ده نزلناه. هنجيب بقى منخل. المنخل ده طبعا يعني الله يرحمها والدتي كانت بتاعها، فمعتزية بيه قوي، فبحب اعمل فيه الحاجة. فجبت كوباية الدقيق وحطيته في المنخل، وعشان انزل الدقيق على نص المقادير اللي احنا عملناها في الخلاط. طبعا اما بتعملي في المنخل الدقيق فبتدخلي جواه الهواء، فده بيساعد على ان الكيكه يعني تترفع بسهوله، غير ان لو فيها رواسب ولا فيها حاجه بتبقى في قلب المنخل بترميها بره. هنقلب بقى طبعا المقادير كلها اللي احنا عملناها في قلب البوله الكبيره، هنقلبها كلها وندخلها في بعض زي ما انتوا شايفين كده، يعني الدقيق يدخل في نص المقادير اللي احنا عاملينها في الخلاط. هنا بقى بندخل الدقيق في قلب المقادير اللي احنا عملناها في الخلاط. طبعا الدقيق بننزلهم حبة حبة، وبعد كده بنخلهم وبعد كده بنقلبهم في بعض. هنا بقى جبنا البيكنج باودر
وهنحطه برضو هندخله في قلب المقادير اللي احنا حاطينها في البولة اللي تحت دي، فهنعمله بالمنخل عشان ينزل، لو في برضو رواسب بنرميها بره، وهنقلبه وندخل كل المقادير كلها ببعضها زي ما انتوا شايفينه كده. فان شاء الله باذن الله تعملوها وتكون جميله وحلوه وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله يعني هي سهله، فانتوا ان شاء الله تعملوها على طول. هنا بقى قلبنا كل المقادير كلها ببعض. هنكمل بقى الدقيق نحطها حبه، يعني احنا قلنا هنعمله حبه حبه، فالحبه التانيين دول برضو في قلب المنخل هننزله على المقادير زي ما انتوا شايفينه كده، وبعد كده نخلصهم ونحط بقيه الحبه اللي هما التانيين. بصوا رواسب في قلب المنخل دي ما تنفعش تنزل في يعني ما تنفعش تقلبي دي مرة واحدة في مقادير الكيكة، لأنها هتكلكع معاكي، مش هتبقى حلوة، هتخلي الكيكة تقيلة، مش هتقوم معاكي في الفرن. وتقلبي كويس قوي إن هي ما يبقاش في دقيق باين في قلب مقادير الكيكة. كل ده اللي هي الكيكة اللي تحت اللي بتتحط في قلب الصينية، إنما اللي هناك هتشوفوا هنعمل فيها إيه بعد ما نخلص دي. بنقلب جامد جدا عشان ما يبقاش فيها التكتلات اللي هي تبقى مكلكعة في قلب المقادير. هنقلب على قد ما نقدر. دلوقتي طبعا قلبنا المقادير كلها ببعض، وبعد كده جبنا بقى الصينية، يعني تجيبيها صغيرة على قد المقادير اللي انت عاملاها، وبعد كده بتحطي بقى طبعا من تحت الكيكة بتحطي فيها زيت، وتجيبي فرشة وتدهني كل الصينية عشان ما يلزقش فيها الكيكة. اما تيجي تحطي الجزء بتاع المقادير اللي عاملاه في الخلاط ما يتعملش في قلب، ما يلزقش في قلب الصينية زي ما انتوا شايفين كده. بندهن من تحت طبعا بطبقة الزيت في قلب الصينية، وبدأ نمسك الجوانب كلها نعملها زيت عشان الكيكة متلزقش فيها. بعد كده بنرش دقيق، بس مش كتير، ما كتريش قوي، يعني زيت مع الدقيق مش هيخلي المقادير بتاعت الكيكة تلزق فيها خالص. هنجيب بقى البولة اللي فيها الكيكة كلها وهننزلها في قلب الصينية زي ما انتوا شايفينها كده. هننزلها كلها واحدة واحدة. طبعا الزيت اللي احنا حاطينه مع الدقيق مع البتاع فبيعمل حاجز ما بين الصينية وما بين الكيكة نفسها، فهي كلها دلوقتي نزلت زي ما انتوا شايفينها كده. هنخبط في الصينية عشان خاطر لو فيها أي هواء بيطلع مع الخبطة اللي احنا بنخبطها في الصينية دي. وهنا حطينا الخليط كله في الصينية، فهندخلها بقى الفرن، لما تطلع هتشوفي شكلها. هنا بقى طلعناها، بصوا شكلها زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا هنعمل لها اختبار، هنمسك بقى الخلة دي عشان رفيعة، فهندخلها جوه الكيكة فهنشوفها. لو هي يعني استوت خلاص هتطلع ناشفة زي ما انتوا شايفينها، لو هي لسه فيها شوية هيلزق فيها حاجات كده من الكيكة. هنا بقى هنخرمها من كل الجوانب في قلب الكيكة، يعني نخرم كله عشان لما نيجي نديها المحلول تشربه. فتشوفوا دلوقتي معانا هنعمل المحلول ازاي. وهنا بقى جبنا كوباية لبن زي ما انتوا شايفين، وحطينا فيها معلقة كاكاو، وبعد كده بقى هنقلبها كويس جدا، ما نسيبش فيها كاكاو على الوش خالص، هي كلها تتجانس مع بعض. بعد كده الخرام اللي احنا عملناها في الكيكة هتسقي بقى المحلول بتاعها، فهتتشرب من جوه زي ما انتوا شايفينه كده. فطبعا لما بتشربها من جوه هيبقى طعمها جميل واحلى، وهتبقى طرية وهتبقى هشة برضو جميلة. اهو زي ما انتوا شايفين اللبن يعني بص كل الوش كله شربها اهو زي ما انتوا شايفينه. بتديها شكل احلى وبتديها طعم احلى كمان. وفي نفس الوقت برضو مغذية، لان اللبن والكاكاو والحاجات دي كلها مغذية. طبعا هنا بقى اللي في البولة دي بقى النص اللي احنا كنا سايبينه من الاول في الخلاط ساعة ما قسمنا نص الكيكة والنص التاني قلنا لكم هنعمل بيه ايه. فده يعتبر بقى الوش بتاع الكيكة. طبعا بعد ما خلصناه وحطيناه في البولة حطيناه في التلاجة نص ساعة، وبعد كده طلعناه وهنسقي بيه بقى الوش كله بتاع الكيكة زي ما انتوا شايفينه. ده صوص الشوكولاتة بتاع الكيكة اللي هو حطيناه في التلاجة وطلعناه. واهم حاجة تكون الكيكة بعد ما تطلعها من الفرن تبرد، عشان لو سخنة مش هينفع يسيح معاكي. فبعد ما طلعناها وبردت عملنا الوش ده كله زي ما انتوا شايفينه كده، بنسقي بيه الوش كله عشان كلها تبقى متساوية مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بنسويها كلها في قلب الكيكة كلها، منخليش حتة فاضية، فعشان خاطر لما تيجي تقطعيها بتديها طعم وشكل أحلى. ولو عملتيها وجربتيها هتلاقيها جميلة جدا. الصوص ده يعني بيخلي طعمها جميل، فكلها بنخليها سواء واحد زي ما انتوا شايفين، مخليش حتة طالعة وحتة نازلة. خلاص سويناها وعملناها. هنقطعها بقى مع بعض دلوقتي. طبعا احنا بنقطعها زي ما انتوا شايفينها كده، قطعناها الأول نصين وبعد كده هنقطعها
بالعكس. فإحنا هنا مطلعينه مثلثات عشان خاطر الصينية مدورة. ممكن برضه تقطعيها مربعات، يعني كل واحد طبعا ما بيحب بقى عايزها مربعة أو مثلثة، بس بيتهيألي في المدورة المثلثة بتبقى أحلى. لما تكون الصينية مستطيلة أو مطاولة بتبقى مربعات بيبقى شكلها أحلى يعني. فهنا برضو بنقطع فيها. بص ما اتقطعت يعني مع الصوص اللي محطوط على الوش شكلها جميل، شكلها خطير قوي. كمان انت ما بتطلعي الربع مثلا بتطلعي القطعة، فهتشوفي شكلها هتبقى جميل قوي. بص منظرها كمان جميل لما تقطعي تديها شكل احلى. هنا بقى طلعت لكم قطعة تشوفوا شكلها تحفة تحفة جميلة خطيرة. والله لو عملتوها تقولوا الله، يعني فعلا جميلة. هنا بقى القطعة بص لما شربنا فيها المحلول بتاع اللبن والكاكاو مع بعض، خلاها بص هشة ازاي، ومن جوه تحس ان هي مسقية اصلا المحلول ده، فطعمها خطير خطير خطير. هنا بقى بص القطعة لوحدها باينة جمالها، والوش بتاعها اللي هو الصوص بتاع الشوكولاتة مديها يعني لمعان ومديها جمال ومديها حلاوة جميلة. خطيرة 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 والله. هنا بقية الصينية بص حتى الارتفاع من جوه، مطرح ما شلنا القطعة شكلها جميل جدا. طبعا القطع كلها زي بعض، فطبعا هتعملوها وتفرقوا على بعض وتاكلوها ان شاء الله بالهنا والشفا كده، حاجة اخر جمال. طبعا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس. وطبعا اهم حاجة ما تنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا الكيكة دي لو عملتوها في رمضان انسوا خطيرة. وهنا بقطع لكم حتة ووريكم بص، وهنا بقى هوريكم شكلها. فعلا والله لو عملتوها ودوقتوها يعني مش هتجيبوا جاتوه من بره خالص، لان هي يعتبر زيها زي الجاتوهات يعني جميلة، نفس الطعم ونفس الشكل وكل حاجة، فهتعجبكم قوي قوي قوي. فطبعا كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بخير كده يا رب.